واحده من اقوى شوزات البرفورمانس رانينج. دي مش شوز جري عاديه، دي فعلا سلاح للسرعه. اديداس اديزيرو. لو انت بتجري او حتى بتفكر تبدا، الفيديو ده مهم جدا ليك. طب هل هي الشوز اللي انا محتاجها او انت محتاجها؟ هنعرف النهارده ايه حكايتها، ونتكلم عن المميزات والسعر وكمان العيوب اللي محدش بيقولها. بس قبل اي حاجه عايزين نعرف الشوز دي معموله لايه اصلا. هل هي اي راننج شوز مريحه وخلاص؟ دي معموله من الاخر للناس اللي بتجري وبتفهم يعني ايه بيرفورمانس راننج. الفكره في الشوز دي انها تساعدك في الجري يبقى اسهل من غير مجهود زياده على رجلك، بالعكس تحس ان الحركه سموز وبتاخدك لقدام. طبعا دي مش شوز معموله للمشي طول اليوم، هي سبيد شوز بروح الديلي راننج شوز، يعني للناس اللي هدفها سرعه زي تيمبو رانز، جري بسرعه اسرع من الطبيعي شويه بس تقدر تكمل عليه مده من غير ما تقف. جري 3 هولد سيشنز بسرعه قويه جدا على قدك بالظبط، كانك على اخر طاقتك بس لسه مسيطر. طبعا ممكن ترفع في الانترفالز، يعني جري سريع قوي من فترات قصيره، وبعد كل مره بتهدى شويه وبعدين تعيد تاني من الاول. الشوز معموله انها تبقى ريسبونسيف، يعني بتتجاوب معاك بس في نفس الوقت مش طريه. الفرق انها لو سوفت زياده هتخليك تحس انك بتغرس في الارض، انما الريسبونسيف ده يعني بتخليك تحس ان في انرجي ريتيرن، دفعه بتجيلك بعد كل خطوه. الحلو في التصميم ده انه بيخدم ناس كتير، سواء انت رانر مبتدئ وعايز تبدا بحاجه صح، او حد بيجري بقاله كتير وعايز شوز تحسسه بالسرعه دي من غير ما يدخل في سوبر شوز غاليه جدا. فببساطه هي معموله للي عايز راننج شوز يحسسك ان الجري اخف واسرع. شوز بيرفورمانس صريح بس في قالب عملي تقدر تعتمد عليه اكتر من مره في الاسبوع. اول حاجه هتشدك في اديزيرو قبل اي تفاصيل او ارقام هي الشكل. الشوز دي شكلها صريح جدا انها سبيد شوز، شكلها سليم مش بالكي، وكمان هي لو بروفايل يعني قريبه من الارض، فبتديك احساس انها خفيفه بصريا ومش واخده حجم كبير تحت رجلك. بس في نفس الوقت لو ركزت من الجنب هتلاحظ حاجه مهمه قوي، ارتفاع الفوم مش قليل، في ستاك محترم تحت رجلك بس معمول بطريقه ذكيه جدا تخليك تحس بالسرعه مش بالتقل، والموضوع ده بيبان جدا في شكل الميد سول نفسه. اديداس عامله كيرفز وسايد لاينز كأن الفوم بيتحرك لقدام، وطبعا ده مش ديزاين كده وخلاص، ده جزء من الدي ان اي بتاع لاين الاديزيرو كله. كمان الشوز من قدام فيها روكر شيب، الكيرف ده اللي بيخلي الشوز تحسسك انها بتزقك لقدام، وده بيخلي شكلها اجريف شويه. هي شوز بتقول ان انا معموله عشان اجري، يعني انت ممكن تسيبها لوحدها كده هتلاقيها جرت لوحدها. كل حاجه معموله في الشوز دي مقصوده، مش ديزاين كده وخلاص. لو اتكلمنا على الماتيريال بتاعتها، فالشوز دي معموله بالكامل من لايت ستريت برو فوم، وده اقوى نوع فوم عند اديداس في السبيد شوز، مش فوم عادي زي اللي في شوزات الجيم او المشي، ده نفس الفوم اللي اديداس بتستخدمه في شوزات السباق. ميزه اللايت سترايك برو انه بيعمل معادله صعبه جدا، هو مرن جدا وفي نفس الوقت خفيف جدا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني اول ما تدوس على الارض الفوم بيهبط حاجه بسيطه جدا، مش بيغرزك جواه ولا يحسسك انك واقف على مخده طريه، وبعدها على طول بيرجع بسرعه كانه بيرد عليك الخطوه وبيزق رجلك لقدام، وده اللي بيخلي الكوشننج بس مش عشان الراحه، ده كوشننج معمول علشان البرفورمانس. وطبعا زي ما قلنا الانرجي ريتيرن هنا عالي جدا، يعني بدل ما طاقتك تضيع في الارض بتحس ان كل خطوه فيها بوش خفيف بيساعدك تكمل اسرع ومجهود اقل. اديداس مستخدمه ماتيريال اسمها ووفن مش، ودي عباره عن شبك منسوج بطريقه معينه، معمول بطريقه تخليه خفيف جدا وفي نفس الوقت ماسك شكل رجلك كويس. ميزته انك بتاخد حاجتين مهمين جدا مع بعض. اول حاجه تهويه طبعا عاليه لان الخامه مفتوحه وبتتنفس، فالشوز مش بتسخن رجلك حتى لو الجري السريع او في الصيف، يعني مش ابر هتحس انه سايب رجلك او بيتمدد بشكل مبالغ فيه. كمان التصميم نفسه مينيمال، مفيش بادنج كتير ولا طبقات زياده. الهدف هنا احنا نقلل الوزن لاقصى درجه، فمش عايزين حاجات زياده. بصراحه اديداس عامله كلين ابر يخدم الفكره الاساسيه اللي هي السرعه. لو استكلمنا على الجريب والاستابيليتي، فاديداس اديزيرو عامله اوت سول عشان حاجه واحده بس، من الاخر انك تجري بسرعه وانت واثق ان رجلك ثابته. بس مش في كل الشوز، لان الهدف هنا برضه ان الوزن يفضل خفيف، بس في نفس الوقت الرابر اللي موجود في الاماكن اللي بتلمس الارض اكتر زي منطقه الكعب والمقدمه، وده اللي بيخلي الجريب كويس جدا على الاسفلت والطرق العاديه. طيب الثبات بقى على الارض، طبعا احنا كنا اتكلمنا على اللايت سترايك برو فوم اللي اديداس عاملاه بالتفصيل، بس اديداس هنا عامله ميد سول شيب ذكي قوي، هو عريض وفلات شويه بيحسسك بثبات اكتر على الارض، يعني مش هتحس ان رجلك بتتحرك يمين وشمال مع كل خطوه، تحس ان هي ممسوكه وثابته على الارض.
بالنسبه للوزن فالشوز دي مش خفيفه بس، هي في فئه السبيد شوز الخفيفه جدا كمان. الوزن الحقيقي للشوز بيبدا تقريبا من 230 جرام، وده رقم فعلا مش هزار في عالم السبيد راننج. ده معناه انك بتلبس حاجه اخف بكتير جدا من شوزات كتير جدا في الراننج شوز، وكمان اخف من شوزات تانية في نفس الفئه اللي هي البرفورمانس. طب حد ممكن يسال طب ليه؟ دي حاجه مهمه، ان لما الوزن بيقل الانرجي اللي انت بتبذلها مع كل خطوه طبعا بتقل معاك، فبالتالي ستيب اخف، مجهود اقل، سرعه اعلى بدون ما تحس بتعب زياده. اللي بيحصل ان اديداس قللت الوزن على قد ما يقدروا من غير ما يضحوا بحاجات مهمه. عيوب بقى الشوز دي ايه؟ اول حاجه هي مش الاحسن في المسافات الطويله جدا زي الماراثون مثلا. في الحاجات دي هتحتاج شوز فيها كوشننج اعلى من كده. الويب مش بتاعها خفيف جدا جدا، ده بيخليه عمره قصير ومش هيعيش معاك، غير انك صعب تستخدم الشوز في المطر لانها ببساطه هتدخلك ميه. الجريب بتاعها محدود شويه على الاسفلت العادي كويس، بس لو الارض مبلوله جدا او فيها رطوبه عاليه هتحس ان الجريب اضعف من جريب شوزات تانية رابرها اضخم. سادس حاجه الفوم هيبقى ضعيف جدا، لو حد اوفر ويت شويه مش هتوفر لك نفس مستوى امتصاص الصدمات اللي موجود في الشوزات اللي فيها كوشننج فيها اكتر. سابع حاجه ما تنفعش للجري على ملعب ترابي، هتحس خطواتك مهزوزه وانها بتزحلقك. ومن الحاجات اللي عجباني جدا في السنيكر ده مش بس ان الشوز مريح وخفيف، لكن كمان تنوع الالوان فيه عامل فرق كبير جدا في احساس الشوز نفسه على الرجل وفي طريقه ظهوره في اللوك. يعني مثلا الالوان الكلاسيك زي الابيض، الاسود، الرمادي بتخلي الشوز سهل جدا في الستايلنج كل يوم، بتحسه كلين ورياضي شويه وفي نفس الوقت هادي، فده بيخليك تعرف تلبسه على اكتر من حاجه. لكن اول ما تدخل على الالوان الجريئه شويه زي الاصفر النيون او البرتقاني او الدرجات الفسفوريك عموما، بتحس ان شخصيه الشوز اتغيرت تماما، فجاه بقى رياضي اكتر وديناميك. ودي مش صدفه اصلا، لان الالوان دي معمول حسابها تبان اثناء الحركه والجري وتدي احساس بالسرعه والطاقه حتى قبل ما تتحرك. وفي الفتره الاخيره اديداس بدات تقدم كومباينيشنز اجرأ شويه زي درجات الازرق مع التركواز او الوان فيها كونتراست اعلى، وده نقل اديزيرو من مجرد شوز بيرفورمانس بس لشوز ينفع جدا في اللايف ستايل. اللون هنا بقى جزء من الستايل مش مجرد اختيار شكلي وخلاص. والحاجه اللي لاحظتها ان نفس الموديل ممكن تحسه مختلف تماما حسب اللون، لون يخليه هادي وبسيط، لون تاني ممكن يخليه هو الستيتمنت اللي في الاوتفيت. فالموضوع مش انت بتختار اللون الاحلى وخلاص، انت فعلا بتختار الكاركتر اللي عايز الشوز يطلع بيها في اللوك بتاعك. طيب نيجي بقى لنقطه السعر. الشوز دي سعرها في مصر حوالي 12000 جنيه، وده على ويب سايت طبعا اديداس الرسمي. طب هل بقى بعد كل اللي احنا قلناه ده هي تستاهل سعرها ولا لا؟ والاجابه هنا مش ولا لا، الاجابه هنا على حسب انت محتاج ايه من الشوز دي. لو انت عايز تشتري شوز عشان تمشي بيها طول اليوم او بتدور على شوز مريحه لرجلك، يبقى بصراحه ده مش ليك خالص. من الاخر عايز شوز بيرفورمانس بس او شوز تجيبها لما تكون عايز ابجريد لادائك في الجري، يبقى الشوز دي فعلا مناسبه ليك. طبعا ده مع مراعاه العيوب اللي احنا قلناها في الاول. من الاخر كده هتسال نفسك سؤال: هل انا محتاج شوز مريحه استخدمها كل يوم، ولا محتاج شوز تعلي سرعتي في الجري والاداء؟ لو اجابتك هي السرعه، يبقى اديزيرو تستاهل جدا انك تختارها.